السلام عليكم واهلا بكم متتبعينا الأكارم. اخبار متداولة بالفيسبوك وقنوات اليوتيوب ان مباراة ودية او مباراتين وديات مع منتخب روسيا بالشهر 11. شو حقيقة هذا الكلام وشو هي الفائدة اذا لعبنا مع منتخب روسيا؟ طبعا المنتخب الروسي المصنف، هاي معلومة للي ما يعرفها، المنتخب الروسي المصنف 33 عالميا في تصنيف الفيفا أو في ترتيب الفيفا، معاقب حاليا من قبل الفيفا بسبب الحرب ما بين سوريا أو ما بين روسيا ومنتخب أوكرانيا. لما روسيا قررت أنه تشن حرب على أوكرانيا، الاتحاد الدولي الفيفا قرر حرمان منتخب روسيا من المشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2024 اللي أقيمت من شهرين وفاز بها المنتخب الإسباني. وأيضا حرم الأندية الروسية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا ومن المشاركة في اليوروبا ليج البطولة الثانية على مستوى أوروبا. طيب السؤال يطرح نفسه، هل إحنا نقدر نلعب مباراة ودية مع منتخب روسيا في أيام الفيفا؟ وإذا صارت هاي المباراة هل راح تكون محسوبة نقاطها في الفيفا؟ وهل راح تفيدنا في التصنيف إن حصل الفوز؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. انت اليوم منتخب روسيا منتخب معاقب من قبل الفيفا، شلون تروح تلعب معاه مباراة ودية والمنتخب معاقب؟ ولو فرضنا جدلا انه منتخب سوريا فاز على منتخب روسيا، هل راح تحسب هاي النقاط وراح تنضاف الى رصيده عند الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ وهل راح تفيدنا بالتصنيف؟ خصوصا اذا ما عرفنا انه مدرب منتخبنا خوسيه لانا قاعد يسعى او حاط بباله انه يحسن من تصنيف المنتخب السوري عند الفيفا. طبعا حاليا احنا نحتل تصنيف 92. يعني الاتحاد السوري لكرة القدم او اتحاد الطابة عندنا بسوريا ما اعرف شلون قاعد يفكر. اذا المنتخب الروسي بالفعل كان منتخب معاقب، شلون انت بدك تلعب مباراة مع هذا المنتخب؟ لا، مو مباراة واحدة، مباراتين. المنتخب الروسي معاقب الآن ومحارم، محروم من لعب مباريات ودية. يعني الأفضل، أنا أتوقع أنه الأفضل على اتحاد كرة القدم أنه يأمن مباراتين وديات بالشهر ال11 بدال هاي المباراة. مباراتين وديات مع منتخبات الصف الثالث بآسيا. اكيد ما راح نلعب مع منتخبات لا من الصف الاول ولا من الصف الثاني، كونوا منتخبات الصف الاول والثاني حاليا مشغوله بتصفيات كاس العالم. وبالتالي لو اتحاد الكره عندنا بسوريا يامن مباراتين بالشهر ال11 مع منتخبات مقاربه من مستوانا، قريبه من مستوانا او اضعف شويه من مستوانا، تحصل لك فوزين وكذا يعني ترتفع شويه بتصنيف الفيفا. تصنيفنا حاليا جدا سيء، فاتمنى انه يصدر شيء واضح بخصوص هاي المباراه. طبعا عبد الرحمن الخطيب صرح انه بمباراه مع منتخب روسيا. الصفحات الروسيه وصفحه الاتحاد الروسي لسه ما اعلنت عن هذا الشيء، ولسه الامور مبهمه والامور غامضه وما نعرف اي شيء عن هاي المباراه. لكن اتمنى انه اذا ما انحسبت نقاطها عند الفيفا اتمنى انه ما نلعب هاي المباراه، واتمنى انه الاتحاد السوري يستفسر عن هذا الشيء، لانه اتحادنا اكيد هالساعتين نايم وما يعرف ايش قاعد يصير. هذا كان فيديو اليوم، اذا اعجبك بدي منك تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس، ولا تنسى تحط لي بصمتك الحلوه على اللايك.